يا رب ايه في ايه؟ ولا حاجه يا عم، لسه حالق. ايه رايك؟ ما انت مش هتقول لي غير حلوه، انت عندك كلام تاني غير اللي هي حلوه؟ طب اقول لك وحشه ما هي حلوه. الحمد لله، ده اللي كنت مستني اسمعه. قاعد بقالي شهرين بحوش في مبلغ خلص النهارده في الحلقه، والله العظيم. ليه بس؟ انت عملت ايه؟ انا قررت، انا قلت اروح احلق في مكان نضيف، العيد بقى ورمضان بيخلص وعايز اعمل حاجه جديده ليا وشكلي وبتاع. عارف الاماكن اللي هي بتبقى اسمين ورا بعض الحاجات دي؟ رحت واحد منهم، وريتني ما رحت. دخلت لقيت معامله غريبه، انا صايم. قالوا لي تشرب ايه؟ قلت لهم لا مش انا صايم. قالوا لي لا لازم تشرب. قلت لهم خلاص اجي بعد الفطار. قالوا لي اوكي ليك عندنا مشروب. فانا مش فاهم هم ليه الحوا على المشروب، ففهمت في الاخر. قعدت لقيت 30 بنت اول حاجه استقبلوني ما شاء الله زي القمر، تحس ان هم خريجين معهد الليسيه والله العظيم. وانا برضه عمال اقول هو في ايه، مش فاهم انا يعني، ما بشوفش الحاجات دي في اي حته. تحس ان هم موظفات في بنك، يلا والله العظيم حاجه غريبه. فقلت عادي اكيد مش البنات هم اللي يحلقوا لي يعني، هم بس يمكن واجهه يعني. دخلت لقيت واحد بيقول لي كده بيعمل لي كده. قلت له يا جدعان انا مش مستاهله كل ده، انا عايز احلق عادي، كل ده انا مش فاهم في ايه. قعدت لقيت واحد بيعمل لي شعري وبيمسح لي وودني وبتاع. قالوا لي تعرف تحب حد معين يقص لك؟ قلت لهم لا اي حد. انا يا جماعه انا اتفه من كده، انا بحلق يعني. انا كنت بحلق ب 30 جنيه و50 جنيه ده وقت ما اعمل وش يعني، اقسم بالله كنت ب 50 جنيه ده اعمل شعر ودقن، والراجل ايه فوطه سخنه وفوطه ساقعه وفوطه دافيه ويعمل لي تحت بطاطي والدنيا تبقى حلوه. قلت يعني وقت ما هيبقى كام 100 150. قعدت عادي ولقيت واحد جه لابس ماسك ولابس، ده بقى حاجه غريبه، ليه لابس بالطو؟ لابس بالطو دكتور. فبقول له انت عمليه؟ والله العظيم. قال لي لا يا فندم ده الطريقه بتاعتنا هنا. وقلت عادي يمكن هو راجل متخصص دكتور في ايه، في الحلاقه عادي، زي في دكتور في الطب، دكتور في الجراحه، ده دكتور في الحلاقه. كل ده انا مش في دماغي. الراجل ماسك المقص بطريقه غريبه انا مش متعود على كده. كنت بقعد عند طارق ومنزل لي على قفايا بالاتنين كده، يعمل كده وتك تك 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 وخلاص. لقيته ماسك الايه الشعرايه شويه كان اجيب مسطره ويقيس، كل شويه عامل ازاي لو يقوم عامل كده، يقعد يبص على دماغي ويقرب تاني، وانا ايه قاعد عمال اقول له في ايه يا عم؟ لا يقول لي بس في، انا ببص لميت عشان الشعرايه تسكت، بيجي يقوم ايه قاص حتتين وراجع ورا تاني. مش فاهم هو ايه، بيلعب رياضه ولا ايه؟ قاعد كده شويه وانا مش فاهم هو ليه بيعمل كده، يروح ويجري. يقول لي ايه بس انا عينيا من بعيد بتشوف غير يعني، بظبط لك وانا قاعد طبعا دماغي كلها ال 100 جنيه واللي انا هدفعها. خلص شعري وبتاع، قال لي ايه رايك؟ قلت له 10 على 10 و100 100 ومش عارف ايه. قال لي انت محتاج بشره. قلت يمكن يعملها لي ببلاش، انا اول مره اجي لهم. قلت له ده انت شايف ايه؟ قال لي لا هعمل لك بشره اظبطك وبتاع. انا عايز اقول له ايه، طب في تكلفه زياده؟ بس انا طبعا الناس حواليا معاهم بي امات وبتاع راكنين جوه، انا شفتهم. فقلت مش هتكلم، هحلق وبعدين اشوف في الاخر الدنيا تمشي ازاي. جاب اقسم بالله 40 فوطه سخنه. خلصت قال لي تحب تعمل السوار؟ قلت له لا انا كده زي الفل، انا كده بقيت من جوه مرضي يعني، انا اصلا خلاص اتبسطت وكيفت وشي، بص خدودي احمرت والحمد لله النضاره ردت في وشي يعني. قال لي طب يلا اتفضل نحاسب. فطبعا هو مستني اديله تبس، فالتبس انا شفت واحد بيديله تبس قبل ما نقعد. تبس كام؟ تبس مرتبي 100 جنيه، اداله 100 جنيه في جيبه وايه، وكان زعلان يعني. انا شفت خد ال 100 جنيه اللي هو 100 جنيه ازاي احط بنزين في المرسيدس بتاعتي وانا مروح؟ هو انا حسيت كده. قلت هديله كام ده؟ انا اديته 10 جنيه زي ما بعمل مع طارق ممكن يمسك فيا. قلت اديله 20 عادي. هو واقف ورايا وانا طالع طبعا بعد ايه، بعد فكه كلهم 50 جنيه فكه، عمال اعمل كده. قلت له معاك فكه 50؟ كان معايا 50 و50 فكه، انا مش عايز اديله من الفكه ال 50 عشان اشوف هناك ممكن يقول لي مثلا ايه 75. فانا قلت له معاك فكه 50؟ قال لي ليه؟ قال لي لا مش معايا. فانا قلت له خلاص، ابتديت طلعت 20 جنيه حطيتها له في جيبه. اما عمل كده بص لي وانا ايه، انا ماشي وعمال اعمل ازاي رايح على الكاشير بقى. فانا هو باصص لي بصت اللي هو ايه تعال انت بتعطف عليا ولا ايه؟ المهم وصلت للكاشير، طبعا ريقي الكلمه مش هتطلع. بقول له كام؟ قال لي نورتنا يا فندم، عجبك المكان؟ فانا عايز اقول له انجز، انا عايز اخد الصدمه وانجز، هتقول لي كام؟ فقال لي اهم حاجه انا معايا ريسيت بس عشان الناس تعرف انا اهو. فقال لي المكان عجبك؟ قلت له والله جميل. قال لي كان نفسي اشرب حاجه بس احنا في رمضان، وضحك. عمل كده. قلت له حبيبي كام بقى عشان عايز امشي؟ قول لي قال لي كام يا اسامه؟ لقيته بيقول لي 600 جنيه. اقسم بالله سمعت ال 600 جنيه. عارف يالا لما تبقى رجلك بتخبط في الارض كده تقعد تعمل كده اللي هو عايز الدنيا تاخدك وتختفي؟ والله العظيم
وانا مش مصدق يعني. انا 600، انا مش معايا اصلا 600 جنيه ده في جيبي قسما بالله، يعني خلاص مفيش، بس معايا الفيزا بتاعت ابويا، وابويا بيجي له رساله اللي انا بسحب منها ده ايه وقت الطوارئ، يعني مثلا ايه رحت المستشفى بموت مش ده، بس يعني انا كاتب تعهد على مع ابويا كده اللي انا امتى استخدم الفيزا. فانا واقف قدامه وهو واقف خلاص بقى الدمعه نازله من عيني وهو واقف مستني ايه اللي هيحصل. فانا بقول له 600 جنيه شعره دقنه ومشروب، انا ما خدتش مشروب. قال لي لا ده من غير المشروب يا فندم. طبعا فاكرني بهزر وانا واخد الحوار خلاص وبتاع. قلت له بجد 600 جنيه؟ قال لي طلع الريسيت. قال لي بص حضرتك عملت بشره، فوطه سخنه، فوطه ساقعه، فوطه مكتوب كام. خدت الصدمه من هنا مشيت. انا دلوقتي قاعد ولا عارف اروح، قاعد في مكان اهو وانت عديت عليا عشان توصلني، معيش فلوس اروح، ومش عارف اروح اقابل ابويا ازاي. بنصح الناس احلى عند اللي انت بتحلق عنده ب 35 جنيه و50 جنيه، ورب حد يجي يلحقك.